صباح الخير. 3 نقط بس عاوز ارد عليهم، في استفسارات كتيره بخصوصهم. اول نقطه موضوع هي اسرائيل هتدير مصر؟ لا طبعا، ولا اسمح لاسرائيل ولا غيرها تتدخل لمصر في مصر، ومصر للمصريين فقط. تمام. كون ان يكون بيننا وبينهم شراكه من نوع خاص، بيزنس وتطبيع طبيعي على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي، واستفاده من خبراتهم. العالم دي بتحكم العالم يا جماعه. العالم دي مش محتاجه تيجي تتدخل في بلدنا او تدير بلدنا، العالم دي بتدير العالم كله. لا اقبل ابدا ان حد يقول ان انت جايبهم يحكموا مصر او اليهود يحكموا مصر معايا، لان مصر للمصريين في الاول والاخر، وده مبدئي. تمام. النقطة الثانية موضوع الجيش. الجيش مؤسسة مقدسة، أحد مؤسسات الدولة اللي هي دولة الحكومة على المؤسسات، بس دوره هو حماية البلد وليس حكم البلد. تمام. الحاجة الثالثة، السؤال الثالث اللي سألته كتير، الناس المعتقلين السياسيين هتعمل فيهم إيه؟ هفرج عنهم جميعا. مفيش حاجة تليق بالمصري إن يكون في واحد معتقل سياسي مصري واحد موجود في السجون. لا يليق بالمصريين الوضع ده. هفرج عن الجميع فورا. مصر للمصريين.